بيكم في بودكاست Behind the Business. البودكاست اللي بنفكك فيه أسرار الشركات ونحكي قصص النجاح والفشل عشان نتعلم منها. أنا منى الله، والنهاردة معانا قصة شبه فيلم بس حقيقية 100%. قصة شركة رفعت شعارها لغير العالم وصدقها الجميع، من إعلام لسياسيين لمستثمرين لبليونيرز، لكن في الآخر كانت كلها كذبة كبيرة. قصة شركة رانوز، أو زي ما بيقولوا عليها دلوقتي أكبر خداع في تاريخ سيليكون فالي. كل حاجة بدأت من بنت عندها 19 سنة اسمها إليزابيث هومز. كانت ذكية وطموحة بشكل واضح. سابت جامعة ستانفورد بعد أول سنة وقالت إنها عايزة تغير العالم. الفكرة اللي أعلنت عنها كانت ثورية جدا، إنك تقدر تعمل تحاليل دم كامل لنقطة دم واحدة بس، من غير إبر ومن غير معاناة، في جهاز صغير كده زي التوستر، تحط فيه نقطة الدم يديك نتائج لكل تحاليلك. ده لو حقيقي كان هيغير الطب فعلا. إليزابيث موقفتش عند الفكرة، لبست لبس شبه ستيف جوبز واتكلمت بثقة، وبدأت تعرض المشروع على كبار المستثمرين. جمعت أكتر من 700 مليون دولار من مستثمرين كبار زي روبرت ماردوك، وعائلات سياسية زي آل ويلتون أصحاب وول مارت، حتى وزير الخارجية الأمريكا الأسبق. الناس كلها صدقت إنها عبقرية، وظهرت على غلاف فوربس وقالوا عليها أصغر مليارديرة عالمية. الإعلام كان بيصورها كأنها ستيف جوبز جديدة بس في الطب. بس كان في حاجة غريبة جدا، في وسط كل الصدى الإعلامي ده كان في صحفي واحد اسمه جون كاريرو بدأ يشك وسأل سؤال بسيط: ليه ما حدش من العلماء الكبار في الطب متحمس للمشروع ده؟ وبدأ يدور وراه، اكتشف كارثة. جهاز سارانوز ما كانش شغال من الأساس، ما بيعملش التحاليل صح، والنتائج كانت غير دقيقة تماما، وفي بعض الحالات كان النتائج ممكن تضر المرضى أكتر ما تفيدهم. والأخطر إن الشركة كانت بتستخدم الأجهزة التقليدية من شركات تانية في السر، وبتقول للناس إن النتائج دي من جهازهم. يعني كانوا بيخدعوا المرضى، بيخدعوا المستثمرين، وبيخدعوا العالم كله. وهنا بقى لازم نسأل نفسنا السؤال اللي أنا شخصيا وقفت عنده: إزاي كل الناس دي صدقوها؟ رجال أعمال وسياسيين وإعلاميين جمعوا معاها ملايين وفتحوا معامل وشغلوا ناس وسووا منتج من غير ما يتأكدوا إن الجهاز شغال أصلا. ولا الصدى الإعلامي حوالين الفتاة العبقرية الصغيرة كان أكبر من قدرتهم على التفكير النقدي. المهم، في 2015 الصحفي نشر تحقيق ضخم في صحيفة وول ستريت وكشف كل حاجة. ومن هنا بدأت القصة تقع. ال FDA بدأوا يحققوا، والحكومة دخلت في الموضوع، والشركة اتقفلت، والإليزابيث نفسها اتحكمت. في 2022 اتحكم عليها بالسجن أكتر من 11 سنة بتهمة النصب. من حلم كبير بقت عبرة في كتاب البيزنس والطب والإعلام. طيب، ايه الدروس اللي نقدر نخرج بيها من قصة تيرانوز؟ كتير جدا، بس خليني أقولك على 3 مهمين. أول حاجة إن الثقة مهمة، بس التحقق أهم. حتى لو قدامك عنده كاريزما وشايفه عبقري، اسأل: فين الدليل؟ فين النتائج؟ تاني حاجة إن مفيش شورت كات في المنتجات الطبية. جسم الإنسان مش لعبة، ولو اختصرت في التجارب والاختبارات بتعرض ناس للخطر. تالت حاجة إن الناس ممكن تصدق الكذب لو اتقال بصوت واثق، وهنا بيجي دور الإعلام والمستثمر وحتى العميل، إنهم يسألوا ويحققوا وما يجروش ورا حاجة من غير عقل. لو عجبتك القصة شارك الحلقة مع حد ممكن يتعلم منها، ولو عندك قصة حابب نحكيها في البودكاست Behind the Business ابعتلي. أنا منى الله، واستنوني الأسبوع الجاي في قصة جديدة أغرب من الخيال. باي باي.